بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنبدأ معكم شرح منهج اللغة الفرنسية لسنة تالتة ثانوي. طبعا يا جماعة، البعض منكم بيستصعب المنهج، بس إن شاء الله معانا بإذن الله المنهج هيبقى بسيط وجميل جدا. هنقسم الدرس لكلمات والقواعد وتعبيرات، وهناخد تمرينات عليه، فإن شاء الله هيبقى سهل. فنبدأ مع بعضينا بداية إن شاء الله كويسة، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والفهم الجيد إن شاء الله. فهيا بينا نبدأ. طيب، احنا طبعا يا جماعة خلي بالكم، احنا عندنا المنهج 4 وحدات، كل وحدة لها حوار. الحوار ده أنا لازم أقرأه ولازم أعرفه، لأن أنا واخد الكلمات والتعبيرات وكل الأشياء والقواعد دي الجرامير واخده النص بتاع الوحدة دي، اللي هو الحوار بتاع الوحدة. يعني على سبيل المثال الوحدة الأولى اسمها إيه؟ الكليب دي سبورتيف. ليها دوكومون سكولير، لها نص، لها وثيقة اللي هي بتاع الدرس بتاع الوحدة، بتاع ال3 دروس يعني كل وحدة 3 دروس. فهي الوثيقة دي بتاع ال3 دروس، أو الحوار ده بتاع ال3 دروس. فأنا أنصحكم إن شاء الله لأن الكلام ده، لا، أنا لو حفظت كلمات مجردة هنساها. الكلمات دي لازم اوظفها في موقف، لازم اوظفها في قطعه انا هقراها، لازم اوظفها في ايميل، في موضوع انا هكتبه. الكلمات انا هناخدها مجرده بس عايزين نوظفها. فنصيحتي لكم ايه؟ طيب، النصيحه الثانيه انك تراجعوا اولى وثانيه، ان المنهج اللي مبني على بعضيه، بناء على بعضيه وليس منفصل عن بعضيه. المنهج مبني على بعضيه، زي الرياضه زي الانجليزي، لازم انا اعرف سنه اولى كان فيها وثانيه عشان اقدر ابني بناء صح في ثالثه. طيب، نبدا مع بعضنا نشوف اللي هو اللي هنقول الانيتي 1. الوحده الاولى اسمها ليكليب دي سبورتيف. طبعا من زمان كلنا عرفنا الترجمات بتاع من السنه الاولى، احنا بنقول دايما لكليب دي ما كلاس، لكليب دي سيتادان، لكليب. فاحنا عرفنا ان كليب يعني منتدى او تجمع او مجموعه من الناس بيجتمعوا في هوايه واحده. فانا عندي كليب دي سبورتيف اللي هو نادي هواة الرياضه او نادي ممارسي الرياضه. لكليب دي سبورتيف تجمعهم اهتمامات واحده رياضيه، وحب الرياضه والكلام ده وممارستها. فالحوار الاولاني عندي بين ريشار وماريون وشارلوت. فدول ان شاء الله انصحكم ان انتوا تقروا الحوار ده قبل ما نبدا الكلمات دي، او بعد كمان ما نبدا الكلمات دي، عشان تكونوا تطبقوا الكلام ده فعلا، مش نحفظه حفظ مجرد، لا. طيب، نبدا الدرس الاول. هيا بينا. الدرس الاول لسون في الانيتينات في الوحده الاولى، اما يقول دير كريسبورون في. هنا دير اللي هو الاخبار، حتى دايما الانسان يقول لك كلمه دير، يعني هو حتى ياخدها من في موقف ايه، دير يقول، ديماندي يطلب، مش عارف، وهكذا. فانا عندي هنا دير يعني اخبار، كريسبورون في اي رياضه نمارس، دير كريسبورون في. طب ايه اللي يساعدني ان انا اعبر عن الكلام ده او الموضوع ده؟ هديكوا بقى طبعا بعض الكلمات، هي على فكره كل كلمه هي كثيره فعلا بس مهمه. الكلمات دي كثيره فعلا مهمه. يعني انصحكم في منهج ثالثه ان إن عندك روح الصبر شويه معايا. كطالب او كطالب لازم يكون عندك روح الصبر، او عندك روح الصبر، عشان الفوكابلير ده ايه، هتقول انه كتير بس هو يخدم الموضوع، مش بعيد في شيء كلمات غريبه ولا بعيده، كله هيخدم الموضوع اللي احنا هنقوله. فنبدا مع بعضنا الفوكابلير. طيب، نشوف الكلمات المؤنثه في الاول، المذكره، اسف، الكلمات المذكره. في عندي ان بالون، كره كبيره، كلها كلمات رياضيه. ان مايو زي رياضي. ان مايو دي بان، احنا طبعا يا جماعه الجنب الشمال اللي هو العمود الشمال ده كلمات مذكره. مايو دي بان اللي هو مايو سباحه. ان جيمناز صالة ألعاب رياضية. ديجرادان مدرجات. ان فيستيور حجرة تغيير الملابس. ان فيتمون ملبس. انا في رأي مذكر، لأن في كلمة تاني اوبينيون رأي مؤنث، اني بونيون دي انا في رأي مذكر. ان سبور رياضة مذكر. ان ساك سبور حقيبة رياضية. ان انترينمون تدريب. ان شامبيون بطل. ان ريتار تأخير. دي جون قفازات أو جوانتي. ان انترنير مدرب. ان جران بير جد. لي جران بارون الأجداد. ان جوور لاعب. ان جارديان دي بيوت حارس مرمى. ان اربيتر حكم. ان ماتش مباراة. ان فيليه الشبكة اللي هي شبكة كرة قدم أو شبكة، إن كانت أي رياضة من الرياضات. ان تيران أرض ملعب. ان كور دي تنس اللي هو خاص بمسمى التنس بالذات، اللي هو ملعب التنس اسمه ان كور دي تنس. الكلمات دي هنقولها كتير بعدين. ان استاد اللي هو الملعب، احنا في ملعب رياضي. ان ديتا بلان طائرة شراعية. ان بانيو سلة. نلاحظ كلها كلمات بتخدم الرياضة، كلها كلمات تانية. دي الكلمات المستقبل. طب الكلمات اللي على برضو نفس الإطار، هي نفس الأهمية، برضو بتهمنا ان احنا اوظفها في مواقف، في موضوعات، في قطع انا هجراها، اللي هو المؤنث. عندي دي شوسير
شوسير يعني حذاء، ودي باسكيت حذاء رياضي، ده حذاء عادي الاول، ده حذاء رياضي الباسكيت. طبعا عندي 3 حاجات خلي بالكم، في دي شوسير، وفي اللي هي حذاء، في دي شوسات شرابات، في دي باسكيت حذاء رياضي. الثلاثه دول مؤنثين او جمع مؤنث يعني. لكن لو قلت زوج من الشرابات، زوج من الاحذيه، ان بير دو شوسير او ان بير دي باسكيت او ان بير دي كذا، فدول ايه عباره عن، تبقى كده في الحاله دي مفرد مؤنث. لكن قلت دو اس الجمع بتاعهم يبقى خلاص بقيت ايه جمع مؤنث مع بعضهم. طيب بعد كده illustration اللي هو رسم توضيحي، in maison منزل، in port باب، in opinion رأي، in réponse إجابة، in champion بطلة، in serviette فوطة أو منشفة يعني بنقول عليها شو، salle de bain حمام، خدناه في الكلمات في سنتين لو تفتكروا معانا، اللي هي أجزاء المنزل بارتي أو بيس دي لا ميزون لو حد يفتكر. طيب in grand père أو in grand mère اللي هي الجدة، انتوني زي او ملبس، يونيكيب فريق، ان جويز لاعبة مؤنث لاعب جويز، ان انترنيز مؤنث مدرب، هي انترنير مدرب المؤنث بتاعها انترنيز، ان جوير لاعب مؤنث بتاعها ان جويز لاعبة، ان كومبيتيسيون منافسة رياضية، ان بول الكرة الصغيرة بتاع التنس او الكرة الصغيرة يعني، ان بيسين حمام سباحة، مرتبط طبعا بالناتاسيون السباحه والحاجات ده. ان جارديان دي بيت حارسه مرمى، لكن حارس مرمى جارديان دي بيت هنا المؤنث بتاعه طبعا ضعف الان ان ايه، فتبقى ان جارديان دي بيت. طيب ان بيست اللي هي حلبة او ميدان السباق، بسميه ايه اللي هو البيست ده، حلبة او ميدان السباق. ان راندونيه اللي هي رحله نزهه خلويه خارجيه يعني في الجبل في يعني حته كده ايه هواء الطلق مفتوحه يعني ان راندونيه. ان ديفينيسيون تعريف، لو الميه، ان راكيت مضرب، لا مونتاني الجبل، لا دانس الرقص، ان دوش دوش. طبعا نلاحظ كل الكلمات دي بتخدم الموضوع بتاعنا، مفيش اي كلمات على فكره زياده ولا هي غريبه ولا هو تطويل ولا حاجه، هو كده دي فعلا الكلمات دي هتخدم الموضوع. يا ريت هتستعيدها مع نفسك انت تاني واسمعها تاني مع نفسك عشان ايه تحفظها او توظفها بعد كده في الايه اللي احنا حاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب في الدرس شويه بعض الاكسبريسيون التعبيرات وحروف الجر والاشياء اللي هي برضه مهمه ووردت في الحوار، لان انصحك ان انت تقراها موجوده برضه. زي عندي ايه بري يعني مستعد جاهز لاي شيء، اريتار اللي هو متاخر، في تعبير اتر اوريتار اللي هو الشخص لما يكون متاخر. هنعرف بعد كده في حاجه اسمها افوار دي ريتار لوسائل المواصلات لما تتاخر تتاخر، لكن الشخص استعمل له اتر اوريتار. اون افانس اللي هو في المقدمه او في مبكرا، يعني شخص يجي مبكر او او في المقدمه. الير في الميعاد، يقول لك مثلا ايه جي في او ليسي الير، اما اذهب المدرسه في الموعد في ميعاد بالظبط. فوالا ها هو اتفضل، يعني ممكن حاجه اقول لك فوالا الليفر اتفضل الكتاب، فوالا لي كايي اتفضل ايه الكشكول، فوالا لي ستيلو وهكذا. دي لا بار دي من طرف فلان، يعني مثلا اقول لك ايه خد الجواب ده من طرف فلان، دي لا بار دو واقول اسم الشخص من طرف كذا كذا. او في الواقع لما اجي احكي لك حاجه اقول لك ايه في الواقع حصل كذا وكذا، او اون في الاثنين ينفع او في او اون في. طيب في تعبير عن الاستياء اسمه الا لا، الا لا احنا الوقت في الجزء اللي في النص هنا في التعبيرات والحاجات دي. اولا لا اللي هو طب في الا لا دي للاستياء، لكن للغضب اولا لا اولا لا دي تعبير عن الغضب، هنا الكولير حاجه اسمها الكولير الغضب. شخص مثلا عمل او تضجرت منه وبتاع في حاجه اسمها بوف، تعبير عن ايه عن تضجر بوف. طب انا حد قال لي على حاجه انا مش عايزها او الكلام ده مش عايزه ما يعنيش في حاجه، فاقول له ساتي دي هل يعني كأن او ايه رايك في كذا او الكلام ده يهمك في حاجه، ساتي دي هل يعني هل مثلا يروقك كذا، هل يروقك ان تذهب الى السينما او الى المسرح او الحاجه دي. سا مي با هذا لا يعجبني، طبعا ما عجبكش كيف تقول له ايه سا مي دي با هذا لا يعجبني. ديجا من قبل، شك كل، تو كل، واظن اعطينا فكره يعني في فرق طبعا شكل اللي هي لا تتغير، لكن تو لها 4 اشكال زي كل تتغير يعني اللي هي كل. انسامبل معا، امبورتون هام، جي اولمبيك الالعاب الاولمبيه، لون طويل عكسها كور قصير، لون بطيء ماشي، عكسها رابيد سريع او فيت، في رابيد وفي فيت. سمبا اللي هو لطيف او ظريف، اون جنرال عامه او بصفه عامه. ده كان بالنسبه للتعبيرات اللي انا ممكن ايه استخدمها والحروف الجر الحاجات دي. طيب في برضه حاجتين تاني، في كوم يعني مثل،
في برضو ايه با او باس منخفض، في او مرتفع، يبقى انا عندي في كوم مثل في او يعني مرتفع، عكسها با او باس منخفض اللي هي مؤنثها باس. طيب هنختم باخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، اللي هي الفيرب. طبعا ايه احنا هنقسم الدرس لكذا حاجه لان طبعا مره واحده مش هينفع. ايه الفيرب الافعال المهمه في هنا في الدرس الاول ده؟ في arriver يصل arriver، observer يلاحظ، vérifier يتحقق، être là يكون موجود في هذا المكان مثلا، préparer يحضر او يجهز، se préparer يستعد، attendre ينتظر، penser يفكر أو يعتقد، partir يرحل، devoir يجب، utiliser يستخدم، courir يجري، entraîner يدرب، s'entraîner يتدرب. أنا عندي entraîner يدرب شخص ما، لكن s'entraîner يتدرب مع تلقاء نفسه كده ذاتيا يعني. prendre يأخذ، jouer يلعب، c'est jouer تلعب، يعني مثلا اقول لك ايه هذه الكرة تلعب بواسطة كذا، سيجو افيك ان بالون تلعب بواسطة كذا بكرة كبيرة. فير يعمل او يمارس، ايمي يحب، بريفيري يفضل، براتيكي يمارس، دورمير ينام، فولوار يريد، بروبوزي يقترح على شخص شيء ما، مارشي يمشي، اترابي هنا بمعنى يمسك او يصيب الهدف او يمسك الشيء يعني يلتقط شيء ما، اترابي. جانيي يفوز، عكسها بيردر يخسر. يبقى انا عندي في المباراه وفي الرياضه في حاجه اسمها جانيي يفوز، عكسها ايه بيردر اللي هو يخسر الحاجه. يكره الشيء ده اللي من افعال الميول والتذوق، ديتستي اللي هو انا قلنا ايه ادوري وديتستي وبريفيري وايمي وكل اسماء افعال ايه التذوق. الميول. شيرشي يبحث عن شيء، ما تاخدش حرف جر خلي بالك، شيرشي. سيدو الشيء يستحم، سيدو بالشيء يسرع او يتعجل. ارتي يوقف، لكن سرتي يتوقف من تلقاء نفسه. ارتي يوقف شيئا ما، يعني يقول لك جريت لافواتير وقف السيارة، لكن لافواتير سرت توقفت العربية من تلقاء نفسها. راتي يعني رالي يعترض، رالي يعترض على شيء ما. فينير يأتي، بوفوار يستطيع، لانسي يلقي أو يرمي، لانسي لي بالون يلقي الكرة أو يرمي الكرة، سوتي يقفز، ناجي يسبح، مونتي يصعد، ديسوندر يهبط. طبعا عندي مونتي وديسوندر عكس، طبعا يصعد مونتي عكسها ديسوندر يعني يهبط أو ينزل. كل ده يا جماعة يخدم الموضوع، يعني أنا ده مش كتير ولا حاجة تقول ده كتير، لا هو ده فعلا الموجود، وهو ده الحاجات دي أنا مش قلنا مش هحفظها لغرض الحفظ، لا أنا هعرفها وعلى غرض التوظيف. توظيف في قطعة هجراها، توظيف في موقف ما هجراه، في مثلا الجرامير بعد كده لما يكون في برضه ممكن مفردات تيجي في سؤال جرامير، ممكن اعمله في موضوع او في ايميل هوظف الكلام ده. طبعا هنكتفي بهذا اعزائي طلبه الصف الثالث الثانوي، فاوصيكم ان شاء الله بروح الصبر، معلش طول بالك لان هو المنهج عايز كده، وان شاء الله نتمنى لكم وقتا سعيدا وفهما جيدا. نلتقي قريبا ان شاء الله. كان معكم مسيو خالد عبد الوهاب، معلم خبير لغه فرنسيه بالمرحله الثانويه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.